اهلا وسهلا بيكم. النهارده نتعلم ازاي نقشر القلقاس بطريقه سهله مش متعبه. طبعا انت بتنقي القلقاسه تكون صغننه شويه على قد ايدك، يعني ما تروحيش تجيبي واحده 2 كيلو ولا حاجه، لا، احنا بنجيب واحده معقوله نقدر نمسكها. وازاي نغسلها؟ اولا انا مش هقولك بتقطعيها كده، شيلي اصلا ده ملوش لازمه، واقطعيها وهي لسه بقشرها، بدل اهو كده دواير، بدل ما تمسكيها كلها على ايدك، لا، امسكيها قطعيها دواير تقدري تتحكمي فيها اهي، ماشي، او كده اهو. كمل اهو، تمام، اهي كمان اهي كده، تبقى اسهل والطف من انك تمسكيها مثلا كلها وتوجع ايدك والسكينه تعورك، لا لا، كده اسهل حاجه اهو. شوفي بسيطه، مفيش دوشه، واسهل حاجه بين ايديكي تعمليها. كمان تقدري تشيليه في الفريزر، هبقى اعمل فيديو لتفريز الخضروات بتاعه السنه، يعني اللي يحب يشيل في الفريزر في الديب فريزر بتاعه تقدري تشيليه، سهل وبسيط وسريع. خلاص اهي كده تمام، بس هيبقى سهل عليكي بعد كده انك تقطعيه كده، تاخديه وتعملي اهي 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 كملي ما تخلصي خالص، بتنقعيه في ميه سخنه فيها نص ليمونه وتسيبيه شويه، وبعد كده تبتدي تغسليه كويس قوي 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 لغايه ما الميه بتاعتك تلاقيها خلاص مفيش الماده اللي فيه اللي بتقعد تلزق. تقدري تشيلي بقى في الفريزر في كيس على طول، او تحطيه على الشوربه السخنه وتولعي عليه طبعا مع اللحمه ضاني وايه والسلق بتاعه، وممكن تعمليه بالقوطه على حسب، في ناس اهالينا الفلاحين بيعملوه بالقوطه، لكن هنا في القاهره بيعملوه بالسلق، بيبقى لطيف وظريف ومن الاكلات الحلوه يعني في الشتاء اهو. من اسهل ما يكون انك تقطعي قلقاس من غير مشكله، من غير اي حاجه، خلاص ادي القلقاس كله متقطع مفيهوش اي مشاكل. هنحط عليه الميه السخنه وشويه ليمون ونسيبيه شويه، وبعد كده بتدعكيه بيبقى زي الفل ويرجع زي الفل. انا غسلته اهو، شايفين جميل مفيهوش اي حاجه، جميل مش بيمزلق ولا حاجه، زي الفل. تحطي عليه بعد كده الشوربه وتحطيه على النار، اول ما يستوي هنعمل مع بعض السلق ونشوف ازاي بيتعمل، وان شاء الله يا رب يعجبكم. غسلنا القلقاس زي ما قلت لكم
نستنى الشوربه تغلي عشان نحط القلقاس. اوريكم ازاي بنعمل السلق. ادي تجيبي الورقه كده وتشديها اهي، شايفه سهل ازاي اهو. تشيليها، المهم تخرجي منها العود اللي هو في النص طبعا عشان ده ما بيستويش اصلا خالص. حزمه السلق بتيجي زي تجيبي لها زي تبقى على قد قلقاسه، مثلا مقاسها نص كيلو عشان يبقى حلو وكتير كده وجميل اهو. سهل وسريع يعني مش هتتعبي فيه اهو. طبعا بتنقي السلق، شايفه ورقته حلوه ازاي وكبيره وصابحه، مش صفرة خضرة جميله اهو اهو كده. شايفه سهل جدا مش صعب ولا مقلق اهي، شايفاها اهي. يعني تفضلي تعملي خلصي، ده هي حزمه واحده يعني مش شغلانه. وممكن تعمليه وتشيليه في الفريزر يبقى عندك جاهز، زي ما بتشيلي القلقاس في الفريزر برضو. القلقاس بتغسليه كويس جدا لغايه ما يبقاش فيه الماده بتاعته اللي هي بتزحلق دي، وتقومي معبياه في اكياس وتشيليه في الفريزر. وقت ما تعوزي تطبخي قلقاس هتخرجي الكيس من الفريزر تحطيه في شوربه سخنه، ويكون عندك السلق جاهز طبعا انت عاملاه في الفريزر وجاهز. تاخدي منه حته وتحطيها على القلقاس وقت ما يستوي، عشان ما كده خلصنا مثلا الحاجه. بتحطي عليها كزبره، شايفه اهي الكزبره نضفيها برضو وتحطيها وتقطعيها، تغسليها كويس جدا وتقومي مقطعاها. طبعا احنا لسه هينغسل كده كل ده على بعضه. التوم تحطي عليه توم وسمنه، معلقه سمنه وشويه زيت صغيرين. فصصي التوم كده بصي سهله، ولا تقعدي تعملي في صابعك وصابعك يضايقك ويحرقك ومش عارفه ايه، لا اهو شايفاها سهله منتهى السهوله اهي. اهي اهي متاخدش وقت معاكي. طبعا التوم برضو على حسب ما انت عايزه، في بيحبوا التوم كتير قوي وفي بيحبوش توم خالص، فتقدري برضو، بس لازم التوم اصل القلقاس ما ينفعش ولا لازم تحطي توم في السلق، فممكن تحطي فص ولا حاجه بس للطعم لو انت مش بتحبي التوم خالص. وفي ناس بيحبوه معتدل يعني نحط حاجات بسيطه يعني 2 3، في ناس بيحطوا راس على بعضيها. بس خلاص اهو خلاص خلصنا. هغسل السلق واقطعه واجي اوريكم بيتحط على النار ويتعمل ازاي. اشوفكم بعد الفاصل اهو كده. شايفين قطعته غسلته وتقطعيه، تحطي عليه معلقه السمنه وشويه الثوم اللي انا قلتلك عليهم اهو تمام، وشويه زيت عشان يتقرمش منك بسرعه، يعني زي معلقتين 3 كده زيت تمام. وده القلقاس اهو الشوربه بتاعته غليت اهو جامد لسه من الفريزر، شايفاه اهو لسه جامد من الفريزر. طفيه وهو سخن كده اهو تمام اهي شايفه. ودول شويه الكزبره دول حطيهم لما القلقاس يبتدي يغلي ويستوي، تقومي حطاهم على الوش قبل ما تحطي السلق، بتديله ريحه وطعم وشكل جميل في نفس الوقت بقيمه غذائيه كويسه يعني. السلق اهو هنسيبه بقى على النار ياخد ويدي مع بعضه لغايه ما يدبل
ويتعمل يتقرى يتحمص ويبقى شكله جميل، ويتحط فوق القلقاس بعد ما القلقاس يستوي. اسيبكم شويه مش عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، لغايه ما السلق يقرب يتعمل واوريه لكم. اهو بيفضل تفضلي يعني مش تقفي تقلبي فيه، لا سيبيه هو هياخد ويدي مع نفسه، وهتبصي تلاقيه يعني دبل وتحمص وكده. بعد كده تقدري تنعميه بالايد الهون او تتكي عليه هينعم، تقومي حاطاه فوق القلقاس. هرست الثوم، شوفي هو لما بيستوي الثوم بينهرس وبيبقى اهو زي ناعم خالص، ما بيبانش اصلا، بس بيدي طعم حلو للحاجه. هنا القلقاس اهو قرب يستوي، او نشوف استوى ولا لا. اهو نشوف، اهو استوى خلاص. بنحط عليه شويه الكزبره دول علشان يخلوا طعمه حلو، بيعزز القلقاس، يعني يخلي طعمه ظريف وجميل وشكله حلو. تمام، ما يخلص السلق ارجع لكم ونشوف هنعمل ايه. ادي السلق شايفين اتحمر فرفش ازاي، بتدقيه كده اهو خلاص. تمام، هنحط فوق السلق فوق القلقاس اهو كله اهو. ادي شويه اهو، شكله طعمه في منتهى الجمال على فكره، وريحته حلوه قوي. ادي القلقاس شايفين طعمه جميل، ومعاه جنبه شويه لفت طبعا اللي انا عملته من يومين كده. هسيب لكم الرابط بتاع اللفت تحت في الوصف علشان تقدروا تخشوا وتشوفوه وتعملوا زيه، وقولوا له رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا له لايك وتدوسوا على الجرس للتفعيل. واشكركم وبالهنا والشفا.